جامد وخائن وسنيك ومفروض اصلا يموت من زمان من اول الانمي. انا دانزو ده كده ما بحبوش، انت عارف انا شكلك ما بيعجبنيش، يلا هو ده اللي انا بحسه في دانزو، ما بيعجبنيش، يلا هو ده اللي انا الحمد لله عشان بس يحصل على شهاده او كارنيه. فشخصيه حقيره جدا من الشخصيات اللي انا بكرهها جدا جدا جدا. فانا بصراحه بكره جين فريكس جدا جدا جدا، بكرهه، مش طايقه. حتى الضحك اللي بيضحكه والهزار اللي بيحاول يهزره انا اللي هو دمه تقيل على قلبي بصراحه. المركز التاسع جين فريكس، حكايه ما بيغيرش حاجه، مالوش تاثير في اي شيء. بيحاولوا يشربونا بالمعلقه ان بصوا ده ليه تاثير، بصوا ده بيغير، بس انا شايفه ولا ليه تاثير ولا بيغير. بما اني كنت شايف سلسله كده ماشيه تحديات على اليوتيوب ومحدش تحداني، وهي سلسله اسوأ شخصيات بالنسبه لك او اكتر شخصيات بتكرهها، الناس عماله تتحدى بعضها. رافي يتحدى نايف ومش عارف اودن يتحدى ومحدش يتحداني، وانا مش قد المقام ولا ايه؟ فبما ان محدش اتحداني خالص، فانا داخل بقى في التحدي خالص. داخل بقى انا ده حاشر دماغي كده جوه التحدي، وهقول اسوأ شخصيات بالنسبه لي والشخصيات اللي انا كارهها. مش فارق معايا حد يقول لي يتحداني ولا حد يعمل لي، انا موجود معاكم واحنا بقى نتحدى بعض، وانتوا اكتبوا لي اكتر شخصيات انتوا بتكرهوها، وانا هقول لكم دلوقتي اكتر شخصيات انا بكرهها عافيه. وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا بينا نخش على الفيديو. ممكن تتفاجئوا شويه من الشخصيات اللي انا حاططها، وفي انمي في اكتر من شخصيه انا حاططها لان كرهت فيه كتير، ولكن هحط لكم في المركز العاشر دكتور تاكر. دكتور تاكر من انمي فول ميتال الكيميست، من الشخصيات اللي انا بكرهها. شخصيه حقيره، شخصيه ضحت ببنتها علشان العلم بتاعها واتضرب واتبهدل الحمد لله عشان بس يحصل على شهاده او كارنيه. شخصية حقيرة جدا من الشخصيات اللي أنا بكرهها جدا جدا جدا. في المركز التاسع، وممكن تستغربوا من الشخصية دي، شخصية من هانتر، شخصية جين فريكس أبو جون. أنا بالنسبة لي ده مش أب صالح نهائيا، مستهتر، مش فارق معاه حاجة غير نفسه، أناني. فأنا بصراحة بكره جين فريكس جدا جدا جدا، بكرهه، مش طايقه. حتى الضحك اللي بيضحكه والهزار اللي بيحاول يهزره أنا اللي هو دمه تقيل على قلبي بصراحة. المركز التاسع جين فريكس. ممكن حد يسألني ازاي توفيق بتحط تاكر في المركز العاشر؟ عشان ده في حتة تانية، ده اكتر بني ادم انا بكرهه في حياتي، ولكن انا مش مرتب قوي ترتيبات، هو بس الشخصيات اللي انا فاكرها هقولها لكم. في المركز الثامن ديكو من بوكو نو هيرو. انا مش بحب ديكو خالص يا جماعه نهائيا، وشايفه ما يستحقش يكون هو البطل وهو اللي بعد اول مايت. ما بحبوش، شايفه شخصيته ضعيفه جدا، الشخصيه المثاليه زياده عن اللزوم دي بالنسبه لي مش انترستنج خالص، مش مهتم بيها، بمل منها. ففي المركز الثامن ديكو. في المركز السابع تاكاميتشي ما ينفعش يكون بطل انمي على الاطلاق، وسط الجانج دي ومش عارف ايه، هو بطل بالواسطه، بطل بكايه، ما بيغيرش حاجه، مالوش تاثير في اي شيء. بيحاولوا يشربونا بالمعلقه انه بصوا ده ليه تاثير، بصوا ده بيغير، بس انا شايفه ولا ليه تاثير ولا بيغير. المركز السادس جوكو. ايوه جوكو من دراجون بول. انا ما بحبش جوكو يا جماعه، جوكو مستهتر، غبي، قوي قوه مفرطه بلا سبب بالنسبه لي. ما فيش سبب يخليك قوي قوي كده، محدش يعرف يقف قصادك مع انك غبي جدا. من اغبى الشخصيات اللي شفتها في حياتي جوكو، غبي بطريقه غير طبيعيه، فعشان كده انا بكرهه. شخصيه غبيه جدا مع قوه مفرطه، فبقى بطل انمي. بالنسبه لي ده وضع حالي في بلاد كتير، قوه مفرطه، غباء، انت بطل. جوكو. المركز الخامس نير، او زي ما انا بسميه بديل ال. انت بديل ال، انت اتحشرت كده جوه القصه. نير كده اتحشر كده بعد موت ال، حشروه حشر كده جوه القصه، ويلا بقى علشان انت بقى انت دلوقتي اللي هتجيب لنا حقنا، وهو بقى اللي ينتصر على لايت. ازاي شخصيه زي دي تنتصر على لايت؟ ما ينفعش حد ينتصر على لايت، ده صعب جدا تنتصر على لايت، فده ينتصر على لايت. فنير. المركز الرابع دانزو من انمي ناروتو. دانزو شخصيه تشوفها كده تقشعر، هو غريب جدا، شخصيه غريبه جدا، شخصيه حاطط في دماغه الاوتشيها، انا عايز الاوتشيها دول اخد عيونهم ويبقى انا قوي وجامد وخائن وسنيك ومفروض اصلا يموت من زمان من اول الانمي. انا دانزو ده كده ما بحبوش، انت عارف انا شكلك ما بيعجبنيش، يلا هو ده اللي انا بحسه في دانزو، انت بتعجبنيش، يلا هو ده اللي انا بحسه في اتجاه دانزو صراحه. في المركز الثالث ميل من انمي بطل الدرع. ايوه ميل دي شخصيه كده كلمه ما اقدرش اقولها،
كلمة ما اقدرش اقولها، ولكن هي شخصية شطورة خاينة فيها كل العبر، خانت البطل واتقال عليها كلام. شخصية كده ايه ده ايه ده، انا مش يعني خايف اتكلم عليها الفيديو يتقفل. شخصية وحشة جدا. انا مش بقول لك ايه، انت عارف. جينا بقى للمركز الاول والتاني، واعتقد ان الناس كتير هتهاجمني بس مش فارق معايا عشان ده رايي. في المركز التاني ساسكي. انا ما بحبش ساسكي وانا ما شفتش بوروتو، فانا بتكلم على ناروتو. اوكي، ساسكي بني ادم شايف نفسه متعجرف، في واحد بيعمل المستحيل عشان يبقى صاحبك وتبقوا مع بعض، وانت بقى اللي هو لا انا جامد انا مش عارف ايه. هتقولي ده عدى، بشوف عدى بايه، ماشي تمام. بعد ما عديت بكل ده وعرفت الحقيقه بيقعد يغير رايه. انا هنتقم من كونوها، انا هنتقم من ناروتو، انا هنتقم من الكاجز، انا مش عارف هعمل ايه، انا هنضم مش عارف لمين، طب انا تحت ايد اوروتشيمارو، طب انا مش عارف ايه، انت عايز ايه، طب انا هبقى هوكاجي. غير رايه مليون مره. فبصراحه ساسكي وهو صغير وانا بعدت اني هو صغير كان شخصيه بالنسبه لي ايه ده، يلا في يلا كده، وكل البنات ده بتحبه ومش عارف ايه. ما كانش عاجبني خالص ساسكي. فبصراحه هو في المركز التاني. وفي المركز الاول طبعا اكيد كلكم عارفين، طالما حطينا ساسكي في المركز التاني يبقى لازم تكون معاه مراته ساكورا في المركز الاول. شخصيه تلاعبت بناروتو بمشاعره، خلت ناروتو يجري وراها ويحميها، وفي الاخر كانت تروح لساسكي. كل ده علشان ساسكي، وهي بتعمل كل ده عشان ساسكي، وتقعد تجري وراه وساسكي بيحاول يقتلها وناروتو ينقذها وتسيبه وتتخلى عن ناروتو عشان تروح لساسكي. فدي شخصيه المفروض تاخد بالجزمه. هي اول شخصيه عندي هي شخصيه ساكورا من انمي ناروتو. ودول كانوا 10 شخصيات الاسوأ شخصيات بالنسبه لي اللي انا ما بحبهمش. اكتب لي شخصياتك في الكومنتس. وغالبا انت خلصت شاي بلبن وكلت البقسماط وخلصت الفيديو. وده الفيديو ده علشان انا ما حدش اتحداني، كل اليوتيوبرز اتحدوا بعض وانا لا، عشان انا لسه قناتي لسه قليله. فانتوا اللي في ايديكم انتوا تدخلونا بقى وسط القنوات الكبيره عشان الناس تتحدانا ونعمل فيديوهات. سلام.